يقال ان الانثى دايما بتكسر القواعد بتاعتها عشان الالفا ميل وبتحطها قدام البيتا ميل. ويعني ايه اصلا الفا ميل وايه الفرق بينه وبين اي نوع شخصية تاني؟ خليني اقولك الموضوع من اوله. في 6 انواع لشخصيات الرجالة حسب التسلسل الهرمي والنوعي بدون ترتيب: الفا وبيتا وسيجما واوميجا ودلتا وجاما. كل نوع ليه مميزاته وعيوبه هقولها لك، بس من غير ما ناخد الموضوع على اعصابنا خالص. وهبدأ بالالفا ميل. الفا ميل هو ببساطة وباختصار هو الراجل القوي الواثق في نفسه اللي بيتولد عنده شخصية قيادية بطبعه. قد يكون احيانا بيحب السيطرة او الهيمنة على اللي حواليه، لكن في نفس الوقت بيعرف يشيل مسؤوليتهم كويس قوي، فما بيتضايقوش ان هو مسيطر عليهم. بيعرف يحدد كويس قوي اولوياته وهو عايز ايه ومش عايز ايه، وحازم جدا في قراراته لدرجة انه احيانا بيتهم بالقسوة او بالحدة. طبعا بيكون عنده كاريزما واجتماعي وبيعرف يتعامل مع كل انواع الناس. فمش هنتفاجئ لما نعرف ان اغلب الناجحين في كل العالم بيتصنفوا ان هم الفا ميلز. في شغله دايما بيكون قائد، والناس اللي حواليه هي اللي بتتبع افكاره ودماغه. وفي علاقاته الشخصية اكيد مش هنستغرب ان البنات هي اللي بتسعى وبتتمنى انها تتعرف على الالفا ميل. قد يكون ده بسبب الهالة اللي بيعملها حواليه من نجاحه في شغله وفضول كل الناس انها تعرف ازاي هو متميز كده، وقد يكون بسبب قوته الجسمانية او قوته في شغله او اي نوع قوة بيحسس الست وهي معاه ان هي هتحظى بكل الحماية والرعاية والاحتواء. بيتا ميل وهو تاني نوع شخصية في الترتيب. شخصيته بتكون طيب وحنين ومخلص ووفي جدا للناس اللي بيحبهم. بيحاول ان هو يوفر لهم الحماية والامان، لكن هو ما بيقدرش يكون اجتماعي قوي. هو نوعا ما بيكون متحفظ في اي حاجة ليها علاقة بانه يشارك افكاره او يشارك اراءه مع الناس في الحياة الاجتماعية. بيعوض خجله ده بانه يكون لطيف زيادة مع الناس، واحيانا اللطف ده في علاقاته الشخصية بيخليه يتحط دايما في دايرة الفريند زون او في دايرة انه انت مجرد صديق بس، لانه حتى لو هو مش ضعيف احيانا بينحصر في دور او في صورة الضعيف. بيتا ميل بيفضل ان هو يكون تابع مخلص اكتر من ان هو يكون قائد، وبيلتزم دايما بالقواعد اللي محطوطة ليه. جاما ميل بيجمعوا بين شوية صفات من كل نوع شخصية. عندهم هوايات بيحبوا ينتظموا فيها على مدار حياتهم، بتكون هوايات مميزة، ومش بيعتمدوا قوي على آراء وتفكير الآخرين أو مش بيكونوا تابعين قوي زي بيتا. فبيحبوا يجربوا حاجات جديدة في الحياة ويعيشوا الحياة بشكل رايق، وبالذات حاجات جديدة في مجال شغلهم، وده أحيانا بيخليهم غير مستقرين مهنيا أو اجتماعيا. فبالتالي بيخلق مشكلة شوية انه أحيانا بيحتاجوا في العلاقات الشخصية ان هم يعتمدوا على اللي حواليهم، لكن في نفس الوقت هم بيعرفوا كويس يفكروا بوعي في عواقب قراراتهم. وعلى عكس اغلب الرجالة، نوع الشخصية دي بيحبوا جدا يبينوا مشاعرهم تجاه الاخرين، ولو متعاطفين مع حد بيحبوا قوي يبينوا ده وما يتكسفوش منه. اوميجا ميل. هو انا ليه حاسه ان انا بقول اسم مكمل غذائي؟ ما علينا. الاوميجا ميل بيبقى صفاته كالاتي: تفكيره متمحور حوالين نفسه وواثق في نفسه ومش بيهتم اصلا برأي الناس، وبيحب قوي يخالف القواعد الاجتماعية. دمه خفيف وواخد الحياة ببساطة، وصحبته ممتعة، ودايما هو اللي بيبقى سبب سعادة او ضحك الناس اللي حواليه. مش بيستمد ده من الناس، هو اللي بيدي ده للناس. دايما بيبقى عنده هواية غريبة او مختلفة بيبقى شاطر فيها، لكن مش مهتم بمستقبله فيها. وانا بقرا عنه حسيته كده اقرب لفكرة الفنان البوهيمي اللي بيفعل ما يحلو له، اللي هو سايبها كده، سايب الحياة كده. المهم ان اوميجا ميل ده بيختار يعمل الحاجة اللي هو حاببها بغض النظر هتضمن له تقدم اجتماعي ومهني ولا لا، ما بيفرقش معاه. وبيحب يتعلم حاجات جديدة وغريبة لدرجة انه احيانا ممكن يتوصف ان هو نيرد، طفل من جواه ومش بياخد الحياة جد اساسا. فده بيخليه احيانا يظهر انه غير ناضج. هو مش اجتماعي جدا زي الفا ميل، بس في نفس الوقت هو مش خجول زي بيتا ميل. هو بيحب الجودة في اصدقائه مش العدد، وما بيهتمش اصلا بفكرة الانتشار والقيادة زي الفا ميل، لكن ما عندوش اي مشكلة في التعامل مع الناس وتكوين صداقات لو عايز. نوع الشخصية الخامس هو دلتا ميل،
والنوع ده لو حد شخصيته دلتا فغالبا هو بيبقى كان نوع شخصية تاني وشخصيته دي اتحولت او اتطورت لدلتا ميل. مش معنى ان بقول اتطورت انها اتطورت للاحسن. في بعض الاحيان دلتا ميل بيكون اكبر شوية في السن، فبيكون عنده خبرة كويسة قوي في التعامل مع كل انواع صعوبات الحياة، وبيكون جرب حاجات كتير قوي في الحياة. الخبرة دي احيانا بتخليه يتعامل مع اللي حواليه بفوقية او بعجرفة، ولو حواليه ناس مثلا وحصل اي حاجة غلط او اي خلل في حاجة حواليه، دايما اول فكرة بتيجي في دماغه ببساطة ان هو يلوم الناس اللي حواليه، اللي هو انتوا اللي ما بتفهموش. وبسبب خبرته دي وان هو حاسس انه قطع شوط عن الناس، فدايما بيبقى متحفظ في تكوين علاقات اجتماعية جديدة، وبياخد وقت عشان يتعود على الناس او يسمح لهم بالدخول في حياته. وكنتيجة بديهية دلتا ميل بيكون منعزل ووحيد اغلب الوقت. سيجما ميل يقال ان هو النسخة الناعمة للألفا ميل، عنده كل صفات القائد ومهارات القيادة بطبعه وبشكل تلقائي جدا، وعنده ثقة في نفسه رهيبة، وعنده كل مهارات الألفا ميل، لكن مش بيستخدم قوته عشان يقنع اللي حواليه بأي حاجة. دحلاب كده، دحلاب بيتوصف انه متلاعب ومكار بالشكل الحلو وبالشكل الوحش، عشان كده مش بيغلب في انه يقنع اي حد بأي حاجة. واثقين في نفسهم وعارفين قيمتهم كويس، وناس كتير ممكن تعجب بيهم في اقل وقت وباقل مجهود. نوعا ما بيكون شخص غامض، وحتى لو ظهر لك بمظهر المتهور او انت تخيلت في موقف ما ان هو متهور، فبيبقى بيتهيأ لك، لانه في الحقيقة مهما بلغت شطارتك وفضولك مش ممكن تعرف عنه اي معلومة الا لو هو اللي سمح لك بده، هو اللي بيكون رمالك المعلومة دي. بس كده دول ال6 انواع شخصيات في الرجاله. لو عايزين اعمل لكم فيديو زيه بالظبط عن انواع شخصيات البنات قولوا لي في التعليقات، وقولوا لي انتوا حاسين نفسكم اقرب لاي نوع فيهم. واخر حاجه عايزه اقولها لكم، مش مهم تبقى اشطر كتكوت، المهم تبقى رايق، وايا كانت نوع شخصيتك وطبيعتها هتلاقي حد يحبك زي ما انت على طبيعتك. المهم تطور في نفسك وفي شخصيتك دي، والمهم ما نفرضش نفسنا ابدا على حد. بس كده.